ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واتم حال. في تجهيزات بحب دايما انها تكون موجودة عندي في الفريزر او في التلاجة، بتساعدني في وصفات كتيرة وفي تتبيلات. من التتبيلات او من التجهيزات اللي بحب اعملها هي هريسة الشطة الحمراء، وكمان هريسة الشطة الخضراء. هما اللي هنعملهم مع بعض في الفيديو النهاردة، وكالعادة بمقادير سهلة وبسيطة وكمان بطريقة سريعة. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنبدأ أول حاجة مع بعض بهريسة الفلفل الأحمر الحار طبعا. عندي هنا كمية من الفلفل الأحمر اللي هو الشطة، أي كمية انتوا عايزينها. طبعا عندي هنا ده نص كيلو مغسول كويس جدا من أي تراب أو أي حاجة، وكمان نستخدم كده الفلفل يكون فريش كده وماسك نفسه كمان، علشان نتجنب ان احنا الشطة دي لا قدر الله لما تلمس ايدينا ان هي تأذي عينينا او تأذي وشنا لما نيجي نلمسها بعد كده. اسلم واسهل طريقة غير السكينة وغير الجوانتي وغير الحاجات دي كلها، وهي ان احنا نقطعها بمقص بالشكل ده. بنمسك الطرف بتاع قرن الفلفل او حبة الفلفل كده، وبنبدأ بنقطعها لقطع بالمقص. الطريقة دي بتسهل كتير وبتوفر عليكم كمان الوقت، ومن غير ما الفلفل يلمس ايديكم او يلمس وشكم او بشرتكم ويسبب لكم التهاب لا قدر الله. بتقطعوا كل الكمية كده بنفس الطريقة في الكبة لحد ما بتخلصوا كل الكمية اللي انتوا هتعملوها، طبعا على حسب المقدار. عليهم بقى هنزل بمعلقة كبيرة من الملح، مش هزود اي اضافات تانية، هي بس الفلفل الشطة وعليه كمان الملح. هنفرمهم في الكبة فرم ناعم بالشكل ده. انا عايزاهم زي المعجون كده، فرم ناعم جدا، عشان لما نستخدمهم في الوصفات يكون يديني طعم حلو من غير ما تظهر قطع الفلفل تكون كبيرة. فرمنا كل الكمية، هتحطوها في علبة. وتعالوا نعمل تاني نوع برضو، وهي هريسة الفلفل الشطة الأخضر. نفس الفكرة برضو، بنجيب الفلفل الأخضر الحامي اللي هو الشطة بالشكل ده، برضو أي كمية انتوا عايزينها بنغسلها. بس الفرق ان انا هنا هضيف شوية من الفلفل الرومي البارد بتاع الأكل عادي جدا. برضو يعني على المقدار ده تقريبا استخدمت من حبتين ل3 حبات من الفلفل الرومي البارد، وبتقطعوهم بالشكل ده. برضو بنفس الطريقة في الكبة بتستخدموا المقص عشان تقطعوا الفلفل برضو، عشان يسهل عليكم الموضوع. وبعد كده تغسلوا المقص ولا كأن اي حاجة حصلت، وكمان الشطة ما لمستش ايديكم. بضيف كمان هنا الفلفل الاخضر البارد، وبعد كده بنفس الفكرة برضو بنضيف معلقة كبيرة من الملح، وبنفرمهم زي ما فرمنا الهريسة الحمراء، من غير بقى لا هنضيف لا توم ولا زيت ولا اي اضافات تانية. هو ده بس الاساس. هو ده شكلها معانا كده. عملنا النوعين، الهريسة الحمراء والهريسة الخضراء. بنحطهم بقى في علبة، وعلى الفريزر بتحطوا على وشهم بس شوية كده من الزيت على الوش، عشان تحفظهم بس في الفريزر أطول فترة. هتقعد معاكم 6 شهور في الفريزر من غير ما يحصل لها اي حاجة. هتستخدموها بقى في كل تتبيلات الاسماك والمخللات والبتنجان وكل التحبيشات الحلوة دي. هنستخدمهم برضو مع بعض في وصفات كتيرة جاية مع بعض. الفيديو الجاي هنعمل وصفة مخلل حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تتابعوا الفيديوهات اللي جاية في القناة، وكالعادة لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي والوصفة الجاية مع وصفات كتيرة هنستخدم فيها هريسة الفلفل الاحمر والاخضر. وهستنى رأيكم لما تجربوها كمان. ولسه هنعمل تجهيزات كتيرة مع بعض تنفعنا بقى في الوصفات وتسهل علينا حياتنا. وهنبدأ برضو سلسلة وصفات كتيرة الفترة اللي جاية مختلفة وسهلة وسريعة. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض. أشوفكم بإذن الله على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. أسيبكم مع طبق البتنجان الحلو ده، والسلام عليكم.